القمة الأهلي والإسماعيلي، لقاء أشبه ما يكون بمباريات نهائي الكؤوس أو مباراة في نهائي الدوري العام. لهادي خشبة هدف يفتح المباراة تماما. رضا شحاتة ضاغط عليه جامد. عبد الله تتلعب لبلال، بلال واسلام خش بلال لجوه، هوبا، واول تسديده على مرمى محمد صبحي من احمد بلال. استلم من ناحيه الشمال ودخل بالعرض كويس قوي، وحط على طول وش رجله في الكره، عليت منه شويه، كان معاه اسلام الشاطر لكن حطها تعلى العارضه بثلاث اربع ياردات، واحده والثانيه وماشي بالعرض تعلى فوق. محمد عبد الله ياخدها رضا شحاته، بيلعب النهارده ناحيه الشمال. ماتش الاهلي والزمالك كان بيلعب ناحيه اليمين، لكن غياب خالد بيبو عمل تعديل كبير في صفوف النادي الاهلي. وانتو حلو قوي في الشمال، وماشي غالي، وماشي حسام غالي، وعايز يعدي لجوه، وعلى يمينه هوبا، الله اول تسديده جميله جدا، او تاني تسديده رضا شحاته، لكن هي الاحلى وغيرت اتجاهها في السكه وكانت واخده طريقه على المرمى، قطم لجوه حلوه قوي حسام غالي وحطها رضا، ضرب قام محسن صالح. توجيهات زي ما قلت لحضراتكم، وكل تيم النادي الاسماعيلي كان لورا. هادي خشبه هيرد ويعلي ومفيش تسلل خالص. ترتد في وسط الملعب حسام غالي، ماشي حسام وحلوه وهوبا، يا ولد نشر حسام غالي على راس احمد بلال واتزقت كده، لكن الزقه ما راحتش في زاويه لا يمين ولا شمال، راحت في وسط الجون، خلي بالك اهو، وعملها جميله جدا. وطلع احمد بلال يا ولد يا لعيب، لو راحت في حته بعيده شويه كان ممكن يبقى فيها كلام تاني. خطوره على المرمى حتى هذه اللحظه لعماره، لازم هياخدها على شمال عماره، يا ولد يا لعيب، لفه كامله ولعبها طويله في اتجاه رضا شحاته، ياخدها محمد عبد الله، ماشي محمد عبد الله، ارضيه جميله جدا في اليمين وخطيره، وهيلعب يمينه وعرضيه، لكن في توقيت رائع عند رضا شحاته، وفاتح له فاروق ومقرب له غالي، وحطها ارضيه وخطيره، لكن برافو يا صبح، دخل قبل محمد فاروق في توقيت رائع جدا. وادي تمريره رضا شحاته لمحمد فاروق، لو اخذ خطوه بدري كان اخذها في المساحه الفاضيه ناحيه الشمال، لكن محمد صبحي في توقيت رائع جدا يخش ويقطع كوره في منتهى الخطوره. بلال هوبا، يا نهار ابيض، بلال حطها حلوه، الله عليك يا بلال. وسط الملعب بركات عايز مساحه يجري فيها بركات، وبيجري وراه سيد، تعدي في منتهى الخطوره، بسيوني وداخل لجوه، لكن وائل جمعه يقطع الهجمه، ولسه مع ابو جريشه بيعدي من العرض وعايز يشوط، حطها على يمينه وقلشه من عبد الله لعادل مصطفى. عادل ارضيه حلوه وداخل لجوه فاروق، مين فتح له؟ محدش فتح، لورا وهوبا بره، حلوه والله يا عادل. محسن صالح وتوجيهات وجمهور كبير جدا ما شاء الله، طويله وعالي. حسام غالي، بلال، يا سلام يا بلال، لرضا شحاته، عايز يعدي رضا، عايز يعدي، هوبا، حلوه. تنقل جميل جدا للكره النادي الاسماعيلي، عندهم ثقه جميله في انفسهم، دي حاجه جميله جدا. 5 نقلات في وسط ملعبهم بكفاءه كبيره قوي. الحاجات دي طبعا بتقلل من معنويات الفرقه اللي قدامه، لازم طبعا يضغطوا اكتر شويه. محمد عبد الله وطويله من احمد فتحي، وهو جول هوبا، وجوه جول، والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الله عليك يا بركات، لاعب كبير، حلوه يا بركات. اتعملت له ثرو جميل جدا، قطع من ورا ديفنس النادي الاهلي واستلم وصبر صبر كبير قوي وحطها ببطن رجله في البعيده. حلوه يا بركات يا لعيب يا كبير قوي. هنشوفها مره ثانيه، وهنشوف القطعه من ورا خط ظهر النادي الاهلي، وهنشوف بركات اخذ كورته ودخل بيها لجوه، وهنشوف قد ايه زقها بقوه واقتدار، حط ايده في عصام الحضري، لكن اخذت ايد عصام الحضري ودخلت في سقف الشبكه. ادي بدات من عند احمد فتحي،
وتمريره بديعه ورائعه يضرب بيها خط ظهر النادي الاهلي كله احمد فتحي، يستلم ويخش لجوه بركات ويبص ويزقها حلوه حلوه، لكن الحضري حط ايده فيها ودخلت، وهدف جميل جدا 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 في الدقيقه 31 من زمن الشوط الاول. 1 الاسماعيلي لا شيء النادي الاهلي. ادي الكره مره ثانيه، وادي فتحي جيله حلوه حلوه حلوه، وجري بركات من ورا ظهر النادي الاهلي وبص حلو قوي قوي للدقائق القادمه. ادي النادي الاسماعيلي ورا المرمى عامل هيصه كبيره جدا جدا جدا. سيد عبد الحفيظ على طول لعادل مصطفى، لمسه يد، ضربه حره مباشره بسرعه لحسام غالي. حسام غالي ارضيه وياخدها مره ثانيه حسام في اتجاه احمد بلال، بيلم احمد هوبا وجوه جول. الله الله عليك يا بلال، الله بوس الخاتم براحتك يا ابني. حلوه بلال يفك الاشتباك مره ثانيه بلال، وفي توقيت رائع جدا 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 من زمن الشوط الاول. تحمر المدرجات مره ثانيه ويخبو الضوء الاصفر قليلا حتى اشعار اخر، وتتعدل النتيجه الى 1-1 بقدم الفتى الذهبي احمد بلال في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. توقيت رائع جدا 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 بالنسبه للنتيجه اللي كانت عليها المباراه. استلم بلال ولف بلال ودخل بلال وبص بلال وشاط بلال وهدم الشبكه يا صبحي. حلوه دخل حلوه قوي وبشماله جميله. هتحلو المباراه اكتر. الاسماعيلي فريق قوي والاهلي فريق قوي، وكلاهما لديه مفاتيح قويه وخطيره، وهيشوط وهوبا منتهى الخطوره. كان بركات هيعمل الهدف الثاني في خروج عصام الحضري وشنكله وضربه حره مباشره لمحمد بركات من ناحيه شمال، وانذار لوائل جمعه. طلع عصام الحضري غلط، نط معاه بسيوني صح، سقطت الكوره قدام محمد بركات، بص وحط، ضربت في الحضري مره ثانيه، راح لها بركات وراه وائل جمعه، يخش جامد جدا في وائل جمعه، يقع بركات على الارض وياخد وائل جمعه انذار مستحق. يعني نشوف مين اللي هيلعبها، واربعه اصفر جوه وبركات وعرضيه عاليه وحلوه هوبا، والهدف الثاني. ايه الراس دي، ايه الجمال ده. حلوه لبكره الصبح. لمسه جميله يحطها زي الصاروخ يا ولد يا عمرو يا فهيم يا لعيب يا كبير قوي. عمرو فهيم يرجع يصحح النتيجه مره ثانيه الى 2-1، وتعلو مره ثانيه الالوان الصفراء في الملعب وتهدأ وتخبو الالوان الحمراء. في دقيقه واحده عمرو فهيم حط صاروخ جو. حلوه يا عمرو في الدقيقه 42 من زمن الشوط الاول. لا تصد ولا ترد، دون مشاركه من احد من مدافعي النادي الاهلي. عملها زي الصاروخ بركات ولمسها احلى واحلى. ايه الجمال ده يا ابني. حلوه. تعليمات من محسن صالح، راجع لورا عماره ويلعبها عاليه وطويله فعلا. رضا شحاته ما ياخدهاش، ترتد في الشمال لمحمد عبد الله. عادل مصطفى صغيره لحسام غالي، بيدور حسام، حلوه لفاروق على يمينه لسيد، سيد بيشوط بالعرض، قصده يشوط في الجون طبعا، لمحمد عماره لا يرفع، وعاليه وملفوفه وحلوه وهوبا والهدف الثاني. ايه ده يا فاروق. الله عليك يا فاروق، الله عليك يا محمد يا فاروق. حلوه في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع يصحح الاوضاع مره ثانيه محمد فاروق ويحط هدف في توقيت رائع. يعني اسماعيلي يحط الاهلي يتعادل، الاسماعيلي يحط الاهلي يتعادل. اللي جايه يا ترى مين اللي هيحط والتاني هيقدر يتعادل ولا لا، ده اللي هنشوفه مع بعض. لكن اتعملت حلوه قوي. سيد عبد الحفيظ قصده يشوط قلش، من حظ الاهلي انه قلش، راحت لعماره بص وحطها حلوه، وفاروق زي الصقر حطها في البعيده. صعبه. و2-2 بين الاهلي والاسماعيلي في الاسبوع 23. حلوه قوي يا فاروق. زي عمرو فهيم ما حط صاروخ براسه، محمد فاروق راخر حط صاروخ براسه، لا يصد ولا يرد،
ولا ترد له كلمه داخل الشبكه. طويله وعاليه، ما لحقش يتهنى الكابتن محسن صالح في المرتين، ما لحقش ينعم بهدف التقدم. الدوري الاسباني فيكتور تورين صفارة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 2-2. أعزائي المشاهدين مساء الخير مرة تانية من استاد القاهرة الدولي وأحداث الشوط الثاني من لقاء القمة بين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. انتهى الشوط الأول زي ما شفنا وتابعنا مع بعض بالتعادل 2-2. ضربة ركنية النادي الإسماعيلي من ناحية اليمين، عرضية أرضية معدية الناس كلها. في الشمال محمد بركات داخل لجوه وهيرفع، وعاليه الناحيه الثانيه خالص، وجميله لبسيوني ويعلق خطيره وهوبا منتهى الخطوره. وادي بسيوني يلف جسمه حلو قوي قوي، تعدي من ابو جريشه وتعدي لخميس جعفر. في اليمين عطيه صابر اللي هيعمل بسيوني، وطالع له عطيه صابر اللي هيعمل شغل هجومي. ابو جريشه وخطيره لكن عماره في توقيت ممتاز. برافو يا عماره، هذه خشبه طويله في وسط الملعب. ومره ثانيه من ناحيه شمال سيد معوض، وهاجم النادي الاسماعيلي وعايز يرفع، وعرضيه معديه وهوبا يا ولد يا ولد يا ولد. داخل عماره وعرضيه وهوبا، الله 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 الله، حلوه يلمسها لمسه جميله جدا جدا لبسيوني اللي عامل مجهود خارق دفاعا وهجوما. وهجمه سريعه جدا محمد بركات يرقص واحد والتاني بالعرض وماشي، يحطها حلوه قوي قوي في اليمين وخطيره، وبيلم عطيه صابر بيدور وبيلم على اليمين وهوبا، لكن تضرب وتطلع وتبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. في وسط الملعب احمد فتحي بشماله طويله وخطيره، منتهى الخطوره يا راجل حرام عليك، اتاخر جدا ورجع مره ثانيه لورا، وكانت فرصه كبيره قوي البركات، لكن ترجع الكره لورا. كان ممكن يشوط من زاويه ضيقه، كان ممكن قوي لكن فضل ان هو يرجع مره ثانيه في اتجاه مرمى وداخل لجوه ومعدي مره ثانيه بالعرض. حلوه جدا نقلتين ثلاثه متقنين جدا. عرضيه تطلع على طول عادل مصطفى، وضاغط النادي الاسماعيلي سيد معوض، طويله وعاليه وحلوه، لكن الحضري على طول. برافو يا حضري يسيبها البركات. خطيره لصابر وضربه جزاء للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 18 من زمن الشوط الثاني. يا نهار ابيض، لكن شوف ذكاء بركات، حطها حلوه قوي لصابر ومعاه عماره، ووقع على الارض صابر. نشوفها مره ثانيه من الناحيه دي، نشوفها كده بوضوح كلنا مع بعضينا والحكم اداها ضربه جزاء. واسلام الشاطر وهوبا جوه جول. الله عليك يا اسلام، حلوه حطها حلوه قوي اسلام الشاطر على يمين الحضري، لا تصد ولا ترد. والهدف الثالث للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 19 من زمن الشوط الثاني. اسلام الشاطر عملها حلوه قوي اسلام، لكن التمريره البديعه حطها بركات لعطيه صابر ورط ديفنس النادي الاهلي، ودخل اسلام الشاطر بكفاءه واقتدار، ودى الحضري في حته وحطها في الحته الثانيه. حلوه قوي يا اسلام. محمد عمار، وليد، حلوه جدا، وفاروق يحطها وهوبا ولسه هوبا. يا نهار ابيض حطها في الجون، حطها ضعيفه جدا. ادي فاروق يلم ويصلح حلو قوي لوليد، يحطها ببطن رجله تضرب في الارض. وفي صبحي لازم يا وائل دي تبقى جوه الشبكه، لكن صبحي يتالق ويحط ايده فيها وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، وهدف مؤكد ضائع للنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ خرج ونازل علاء ابراهيم، ومش هيلعب بباك يمين خالص، وعاليه وحلوه، ويطلع صبحي على الفاضي، لكن تمشي الكره لاحمد فتحي في الشمال. احمد فتحي طبعا في مكان هيبقى فاضي عند سيد عبد الحفيظ هناك، هنشوف هل محسن هيلعب على المكان ده ولا هيتقفل من خط ظهر النادي الاهلي. بعتقد يقدر يلعب على المكان ده جدا جدا،
ماشي احمد فتحي وشوطه من بعيد بره خالص. محسن صالح بيقترب منه الامل بشده. ماشي حسام غالي، ماشي حسام، ارضيه لوليد، وليد بيدور وعايز يلم لكن اخر وليد. وقفوا صح قوي النادي الاسماعيلي. عماره بكعبه جميله لعلاء ابراهيم. علاء عايز يخش لجوه ودخل علاء ودخل علاء ودخل علاء وبالعرض وهوبا والهدف الثالث والهدف الثالث والفتى الذهبي والدبله الذهبيه واحمد بلال. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب يا بلال. ماتش فيه العجب، 6 اهداف 6 اهداف وماتش فيه العجب. واحمد بلال الفتى الذهبي الاحمر للقبيله الحمراء يحط هدف عزيز جدا 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 في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني. الله يكون في عونك يا محسن يا صالح، كل ما تقرب منه تبعد تاني. وعلاء ابراهيم دخل حلو قوي قوي، وقف المره دي علاء وبصه مع النحاس، حطها بالعرض، يستلم بلال ويلف بلال وجون يا بلال. حلوه حلوه حلوه. لكن علاء ابراهيم عمل شغل حلو قوي قوي ودخل حلو قوي قوي وبص وخط بالعرض جميل جميل جميل، ولف بلال في البعيده صعبه صعبه صعبه. والهدف الثالث لاحمد بلال في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني بتمريره بديعه لعلاء ابراهيم يحطها بقدم تعرف الطريق الى المرمى دون ان ترى المرمى. قدم احمد بلال في اقدام لاعبي النادي الاهلي، طويله حلوه. علاء ابراهيم اللي عمل الكره البديعه، ماشي بالعرض علاء وهوبا. ايه يا علاء ده؟ ايه اللي انت جاي بيه من دكه الاحتياطي؟ ده محوش حاجات حلوه قوي. علاء قعد كتير على الدكه ورجع بتحويشه العمر يفهم. وخارج محمد صلاح ابو جريشه والاثنين من عائله ابو جريشه. احلى وليد وعدى وهوبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا قائم وبلال. يا نهار ابيض عليك يا قائم. القائم النهارده الاسماعيلي مأجره، القائم والعارضه ده شال هدف وده شال هدف. يا ترى مين اللي مأجره؟ ادي وليد حطها حلوه حلوه لعلاء. وعلاء يا ابني ايه الجمال ده يا علاء؟ وتضرب في بطن العارضه وترجع، مش ممكن. لكن علاء عامل حاجات جميله جميله جميله، بيقول للجوزيه وبيقول للجماهير وبيقول للدنيا كلها فعلا علاء ابراهيم. لحسام وانتو 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 وضربة جزاء وضربة جزاء. يا نهار ابيض عليكي ليله، يا نهار ابيض عليكي ليله. وانذار لعمرو فهيم، وانذار لعمرو فهيم. ايه الماتش ده؟ قلت لحضراتكم راحت للاسماعيلي وجات للاهلي، راحت للاسماعيلي وجات للاهلي، راحت للاسماعيلي وجات للاهلي. الجايه رايحه فين؟ جات للاهلي. يا ترى فعلا هيجيب الهدف ولا ايه؟ هنشوف. لكن كام وانتو بدعه وتحفه بين وليد وحسام غالي، تنتهي بحسام غالي يتشنكل وياخد ضربه جزاء والصفاره وداخل علاء وهوبا وهو جول. الله 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 الله. حلوه 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 يا علاء يا ابراهيم. ارتدى ثوب الاجاده من اول ما نزل، وكانه بيقول للدنيا كلها يا جوزيه ما تقعدنيش، مش انا اللي اقعد. فعلا عمل كره في العارضه وعمل باص لاحمد بلال جه منها هدف، وعمل ضربه جزاء مبدعه في توقيت قاتل في الدقيقه 42 من زمن الشوط الثاني باعصاب حديديه. 4 الأهلي 3 الإسماعيلي. الهدف الرابع للمبدع علاء إبراهيم. حلوة 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 يا علاء. كرة عرضية جميلة لكن يقطع محمد عمار على طول، وهادي خشبة وخطير على يمينه وهو جول. هوبا يا نهار أبيض يا نهار أبيض. توقف القلب دي يا بركات، توقف القلب دي يا بركات. يا نهار أبيض بركات وهو والشبكه ولازم جوه جون يا بركات. يا حطها حلوه قوي 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 بصدره، لكن فرمت ازاي ولفت ازاي على وش رجله. ومن مين؟ من محمد بركات. كانت هتعمل 4-4 خالص. عطيه صابر يغير الملعب من اليمين للشمال، وهجمه خطيره وخطيره وعايز يعدي وداخل جوه وعلى شماله وداخل جوه وهوبا ولسه وبيلم وهوبا. يا نهار ابيض. وايه وضربه جزاء. وايه عمل ايه؟ هنشوف. ادى ضربه جزاء وكارت احمر. بقول لحضراتكم ماتش مش ممكن. ايه الاسماعيلي وعظمته دي، وايه الاهلي ده. يا نهار ابيض.
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضعف. بص الترقيصة والصبر بتاع اسلام الشاطر، ودخل لجوه واخد واقف وعملها بالعرض، يسند براحته قوي ابو جريشه، ويحط على طول يطير في الهواء شادي ويطلعها بايده، وتبقى ضربه جزاء وكارت احمر لشادي محمد. مباراه بديعه 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 بديعه، مفيش احلى من كده للنادي الاسماعيلي. ضربة جزاء النادي الاسماعيلي وداخل عطيه، وقف هوبا وجوه جول. الله 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 عليك يا ولد يا لعيب. حلوه حلوه حلوه. عطيه صابر باعصاب من حديد يحط الهدف الرابع وهدف التعادل العزيز والقدس في القلب على تيشيرت عطيه صابر. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، في توقيت قاتل، توقيت قاتل، وعطيه صابر والهدف الرابع للنادي الاسماعيلي. حلوه 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 حلوه. اتعملت جميله وثبت عصام ودخل عطيه وعلى شماله. الله الله عليك يا عطيه. حلوه حلوه حلوه. 4-4، 8 اهداف بين فرسي المقدمه الاهلي والاسماعيلي.